عاجل يوم 29/12/2020، لا زواج فيه ولا احتفال بالكريسماس وغيره. الواقع أنه يوم الثلاثاء. أتعلمون ما معنى يوم الثلاثاء؟ يوم 29/12/2020، 13 جمادي الأولى 1442 هجرية. إنه يوم التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إنه يوم التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله: فاطمة روح التي بين جنبي. إنها فاطمة، إنها سيدة نساء الأولين والآخرين كما قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله. إنها فاطمة التي تزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض. إنها فاطمة التي أهداها الله جل وعلا تسبيح فاطمة الذي تقضى به الحوائج. إنه تسبيح فاطمة الذي هو من الذكر الكثير، واذكروا الله ذكرا كثيرا. الواقع أيها الأحبة، مهما تكلمنا فأحببنا أن نذكر. يوم الثلاثاء يعني الليلة هي ليلة الأحد، ليلة الاثنين ليلة الثلاثاء هي ليلة الشهادة، ويوم الثلاثاء هو يوم الشهادة. فليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء لا زواج فيه أيها الأحبة، واضح إن شاء الله، لا زواج فيه ولا احتفال بمناسبة الكريسماس. أما الإنسان يريد يتزوج مثل يوم الأربعاء أو يوم الخميس، هذا ماكو أي مشكلة شرعية. ولكن يوم الثلاثاء لأنه فيه هتك لحرمة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. عظم الله لنا ولكم الأجر أيها الأحبة، ورزقنا وإياكم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. الواقع أيها الأحبة، أحببت أن أذكر نفسي وأحبتي محبين الزهراء من لهم حوائج إلى الله فليتوسلوا إلى الله بالصديقة الكبرى فاطمة. اللي عنده مشكلة، اللي عندها مشكلة في الزواج، متأخر زواجها متأخر، شاب متأخر الزواج مالته، إنسان يريد يشتري بيت، يريد يشتري سيارة، مريض، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أتوجه إليك بفاطمة أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حاجتي. مثلا البنت تريد تتزوج، تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أتوجه إليك بفاطمة أن ترزقني الزوج الصالح. مثلا واحد مريض، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أتوجه إليك بفاطمة أن تمن علي بالشفاء. إذا نتوسل ونتوجه إلى الله بفاطمة لقضاء حوائجنا. لا زواج ولا احتفال يوم الثلاثاء.